بعد ما عملتها بالطريقة ديت العيال حلفوا ما يشتروها تاني من بره، ما عرفوش اصلا اللي انا عاملاها في البيت غير لما انا اللي قلت لهم ده انا اللي عاملاها في البيت. افتكروني طلبتها من بره، ومن ساعتها وهم على طول يطلبوها مني، لدرجة اللي عايزينها كمان جوه اللانش بوكس في المدرسة. تعال اقولك ازاي نعمل النهاردة اسرع واحلى كنتاكي في البيت بسرعة الصاروخ. طعمه حلو جدا، ما يفترقش عن بره كتير خالص، زي طعم المحلات بالظبط. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك ويلا بينا نبدأ على طول في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بقى طبعا معايا فرخة تقريبا من وزنها لكيلو وربع لكيلو 400. تمام كده تمام. هبدأ بقى اللي انا اقطعها، ممكن تقطعيها على 8 على 10 على حسب الحجم القطعة اللي انت عايزاها. اول حاجة انا مش هستخدم القطعة اللي هي بتبقى في الجناح الخارجية ديت، انا مش عايزاها. تمام كده. وطبعا انا هخليها تماما من الجلد. بس طبعا بعد ما قطعتها هعمل لها بقى محلول النقع، اللي هو عبارة عن ليمونية معصورة ومحطوط القشر بتاعها في مية ساقعة، معلقة من الجنزبيل، معلقة سكر، معلقتين من الملح، وكمان معلقتين من الدقيق. حطيهم بقى في قلبيها كده وسيبيها لمدة 10 دقايق، وبعد كده اشطفيها كويس جدا. هنيجي بقى للمرحلة ديت، معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، هحط فيها بصلاية. بعد ما المية تغلي هنزل بأربع فصوص من الحبهان، وكمان حوالي كده شوية من القرنفل، ورقتين من ورق اللورة، ملح وفلفل اسود، شوية من البابريكا، وكمان على طرف المعلقة شوية من الكركم. ولو عندك بهارات فراخ تقدري تحطي، وكمان ما تنسيش بقى اللي انتي تحطي نص معلقة من الكاري، هيدي تست عالي قوي للمرقة بتاعتنا ديت. هنقلبها كويس جدا ونحطها على الفراخ المغسولة ومتصفية كويس جدا، ونسيبها لمدة ساعة او ساعتين، وممكن تسيبيها ليلة كاملة. بعد الليلة كاملة، انا بصراحة سبتها من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بعد ليلة كاملة حضرت بقى معايا مية، والمية ديت نفس المية اللي احنا نقعنا فيها الفراخ، خدت منها شوية حطيت في قلبيها تلج. معايا طبق تاني فيه 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا. نفس التوابل اللي انا استخدمتها على الفراخ هستخدمها على الدقيق، عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمان بهارات فراخ وكركم وكاري. تمام كده تمام. هاخد بقى قطع الفراخ وابدأ اللي انا احطها في قلب الدقيق، واطلعها من الدقيق احطها في قلب المية المتلجة، وارجع انزلها تاني في قلب المية مرة كمان. وطبعا هحطها بقى في قلب الدقيق. طبعا في المرحله ديت لو عايزه تعملي الكميه كلها في مع بعضيها وما تهدريش وقت كتير، تقدري اللي انت تجيبي علبه تلاجة كبيره حجمها يكون واسع بالغطا بتاعها، والغطا بتاعها محكم، وتنزلي بكميه الفراخ كلها مره واحده جوه الدقيق، والدقيق طبعا جوه العلبه بتاعه التلاجة. وبعد كده تروحي نازله في قلب الميه ديت، ترجعيها تاني وتقفلي العلبه وترجيها كده، هتلاقيها بقت معاكي تمام. معايا زيت سخن، بس اول ما انزل الفراخ ههدي النار شوية عشان تبدأ اللي هي تستوي معايا. في الوقت دوت اخدت لون من بره وكمان استوت من جوه وبقت مقرمشة وجميلة. هطلعها على مصفى مش مناديل مطبخ بالشكل دوت كده. هستنى لحد ما الزيت يسخن معايا كمان وانزل بالدفعة اللي بعد كده. ده كده شكل الفراخ بعد ما خلصت معايا. قد ايه حلوة جدا، طعمها حلو ومقرمشة وجميلة جدا، عجبت الولاد. عملت جنبيها شوية رز بسمتي، طبعا تقدري تعملي جنبيها اللي انت عايزيه. وحطيت بقى جنبيها شوية كاتشب مايونيز. ده كده الجناح. بصي سامعة الصوت؟ تعالي نشوف شكلها من جوه. قد ايه اللحم بتاعها ابيض وجميله، وكمان طعمها حلو جدا، واللحم مستوي وطعمه ناعم قوي، وانت بتاكليه كده هتعجب الولاد. جربيها وعلى ضمانتي. تقدري كمان تعمليها في صدور الفراخ، لو مش عايزه فرخه كامله تقدري تعمليها في الدبابيس زي ما